السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في حلقة جديدة من يوميات غدا وندى. النهاردة هنعمل معاكم كده عشاء سريع. قبل كده انا عملت معاكم السجق، كنا بنسلقه الاول. دلوقتي انا بس حطيت السجق ده في طاسة من غير زيت ولا اي حاجة، ولسه اهو احمر زي ما هو لسه بارد اهو من فوق، وحطيته على النار. نسبة الدهن ونسبة الدهون اللي فيه اهي بتنزل، شايفينها؟ ماشي. هنديها تشويحة كده، هنديله تشويحة كده على طول على النار، وهنشوف هنعمله ازاي مع بعضينا. قلبناه على الناحيه التانية اهو، اديته وش والنش التاني، ولسه زي ما هو زي ما قلت لكم اهو. ينزل نسبه الدسم اللي فيه اهي. دي على فكره اللي موجوده في السجق، انا لسه ما حطيتش اي حاجه ولا اي توابل ولا اي حاجه. ماشي. هنشوحه كده على الطاسه، ونكون معانا بقى محضرين معانا فلفل متقطع وطماطم وبصل. هنا انا بشرة بصله يعني بالمبشره العاديه اللي هي اليدوي، عشان انا جوزي مش بيحب البصل يبقى باين. انا عندي ايزي عادي يعني، يبقى طعمه جميل قوي ومكرمل كده. تمام. وزي ما انتم شايفين السجق اهو، بص كميه الدهون، عشان كده انا بحب اسلقه، انزل منه كل الدهون دي. بس بقى انا جوزي وكده بيحب الطريقه دي اكتر، او بيحب طعمه بالطريقه دي اكتر. حبيت اعملها لكم واقول لكم يعني اشجعكم عشاء كده بسيط وسريع كده اهو. شايفين بقى نسبه الدهون قد ايه؟ شايفين؟ طبعا انا مش بحب الكلام ده، بس ايه هعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين كده البصله ابتدت تصفر شويه مع الثوم. هنزل بقى الفلفل الرومي، تمام اهي، وانزل كمان الطماطم والفلفل، تمام. هننزل بقى بالسجق المتحمر ده كده بقى في الصلصه اللي انا عملتها، اللي هي الطماطم بالفلفل، بس من غير الزيت ده. انتي حابه تحطي بيه، هو بيدي طعم بردك مش وحش، بس انا طبعا مش هحط فيه الدهون دي. انا حمرته بردك على اساس انه ينزل الدهون بتاعته، زي اكني سلقته بردك، تمام. زي ما انتم شايفين كده ان السجق اتحمر في السمنه بتاعته. مش عارفه هي واضحه ولا لا اهي، ماسكاها بايدي بس عايزه اوريها لكم واوضحها لكم. السجقيه نفسها متحمره اهي، متحمره. وهنا بقى حطينا ملح وفلفل اسود وشويه كاري، تمام كده. وانا حاطه طبعا فص ثوم زي ما قلت لكم مع البصله، فص ثوم صغير، حبات تحطيه مش حابه خلاص، بس انا بحب طعم الثوم وفلفل وطماطم. وهنسيبها كده تتسبك كده شويه، وبعد كده هننزل بالسجق المتحمر فيه. على ما اظن بقى شكله يجوع جدا. هي السجقيه متحمره، نزلتها مع الطماطمايه تشويحه جميله اهي، وزي ما احنا قلنا ده الشكل النهائي للسجق بعد ما خلص. ما خدش دقيقتين على النار، لان احنا محمرينه في السمنه او الماده الدهنيه بتاعته. والله طعمه خطير جدا 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 اهو. وممكن برضك نمسك سجقايه كده اهو، اهي اهي مستويه اهي، منظرها اهي جميل، مقدماها مع سلطه ومكرونه. تحبي تقدميه زي ما انت عايزه، فينو مع بطاطس، مع كاتشب، اللي انت تحبيه يعني. المهم بس ان جربي الطريقه دي، ان انت تحمري السجق في السمنه بتاعته او الماده الدهنيه بتاعته، وتحطي عليه على الصلصه والفلفل الطماطم المتقطعه تشويحه كده صغيره، وتدفي عليها على طول. وبالهنا والشفا عليكم، يا رب تكون الوجبه عجبتكم. مع السلامه، باي باي.